ما شاء الله. هو ضروري ان شاء الله. شتاه فتحنا بثمن روط. الوليدات تبارك الله تياكلوا ما شاء الله ولا قوة الا بالله. تيكولوا الشمندر والخاله شويه ديال الشعير مقرشن والتبن ما شاء الله. جاهزين حتى معاهم كما قلنا تيضربوا هاد البلاوات هادو هما كاينين. صافي راه عندهم الملاهي وكل شيء الحمد لله. اللهم بارك كما تشوفوا معنا شطبنا الكوري. راه هو الغبار اللي خرجنا منه شي 5 الخناشي وشويه، ومن بعد ما شطبناه رشيناه بجبير شويه الماء صافي. اللهم بارك. دابا يبقى واحد القسماين ولا ربع ساعه تحيد منه هاد الريحه ديال الكلور مجهده شويه. هاد ديك الساعه تدخلوا ينعس. الخروف الفحل عزلتو معاهم باش ما يبقاش بزاف مولف النعاج. شي تعزل واحد النهار ولا يبدا تيهلف ديك الساعه نعاودو نطلقوه معاهم. واحد الشواب يبان لك مرتاح. عندنا واحد المشكل اللي هو كبير 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 اللي هو طاح الجر الضرع. هانتوما الا طرا هاد المشكل النعجه راه مشات في حالها الا ما تعالجاتش. داكشي علاش ان شاء الله غادي ندكو لها واحد المريضه غادي نجيبو لها هادي مريضه عندها تجبن الضرع مسكينه خصنا نداويوها ضروري ان شاء الله.
بارك. انا الاخوان اللهم بارك، هادشي هو الخلطه العلفيه اللي تنعطيو النعجه الوالده والخروف الصغير اللغو. داكشي اللي شريناه صغير وسميتو هاد التبن ديال القمح. هادشي اللي بقى عندي اليوم غادي نقضي به. هذا القمح، قمح مشرد الدرجه الثالثه، باقي ليه 2 درجات ويولي دقيق. هادي النخاله، هاي هنا تنست الاخر. هذا الشمندر ها هو ما شاء الله، هذا تيتفزق واحد 6 سوايع 7 باش يولي هكا. وهذا المكون الحامض، هذا مكون مهم في الصيف دابا النعاج، يا اما تديروا لهم في الماء بحال هكا هانتوما. هذا ديال النعجه ما ورداتش في الصباح لانها كانت سارحه في الحصيده، اللهم بارك، كانت سارحه في الحصيده كلات السبول والقمح، دوك ما خصهاش تشرب الماء. هذا الماء ديالها العشيه، دوك تخرج دابا حاطين ليها معمرين ليها الوكالات من الربيع كنت حاشوهم يبسوا. ها هو تبارك الله عمرنا ليهم ليها حتى هو. المهم الحمد لله كما قلنا رجعوا للخلطه العلفيه، الشمندر مع الحامض. هاد الحامض ولا السيترون، المهم اي حاجه سميتو من الحوامض تديرها، المهم فيها الفيتامين سي، مهم اليوم بزاف في هاد الحراره. اجي ها هو الحامض، النخاله تبارك الله، قلنا القمح مشرد والتبن. وباقي غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله الخلطه اللي غادي نجيب ديال النمو. هذه خلطه بحال قلتي مرومبلاسي بها الخلطه ديال النمو الاساسيه، حيتاش باقي ما مشيتش عند مول العلف باش نجيب واحد الفاياج ان شاء الله ديال العلف، بيكون فيه الديماراج، بيكون فيه المهم تشاهدوا معنا داكشي ان شاء الله. هادشي كما قلنا هي مؤقت، بما ندرسو نيت الشعير حتى هو باقي ما درسناهش لانه مهم حتى هو في الخلطه اللي بنديرو لهم تاع النمو. هادشي اللي كاين ان شاء الله. المهم تبعونا فيديو تنخلطوا لهم هاد البركات تبارك الله. وهذا الشيء هذا الاخوان، وراه باقي غادي نزيدو عليه الفصه، حتى هي الفصه حتى هي باقا تزاد ان شاء الله مورا ما يكملوا هاد الوجبه هادي. وهذا الشيء كما قلنا راه غير تنفتفوا عليهم غير شويه وصافي، ماشي شي عال في الليل. هاد الحمض غادي نجيو لهم حتى هو اللي جا فيه شي طرف كياكلو مزيان لهم حتى هو. هاد الشمندر مزيان الاخوان مع بارد، مزيان لهم في هاد الصيف، تيخلي الخرفان تيتيريو. وهذا كما شفتوا معنا راه الحراره راه عرقان، ولكن خدام في الفصه كما شفتوا معنا في الفيديو. ولا اله الا الله، ها هو الخلطه كما قلنا، وريناكم المكونات ديال هاد الخلطه هادي اللهم بارك. وبنشي لواحد القضيه اللي هي كاين تيقول لك الخلطه السحريه ديال النعاج. غادي نتعمد نديرها في المينياتير ديال الخلطه السحريه، ولكن الاخوان غادي نشير لواحد النقطه اللي هي ما كاينش واحد الحاجه سميتها الخلطه السحريه، ما كايناش هادي. كاين واحد الحاجه سميتها واحد البروغرام تمشي به اللي هو فيه الادويه وفيه لي جين الاصل ديال هذاك الخروف حتى هو تيلعب دور. الا ما كانش الخروف ميصله واخا ما عطاش ياكل، اما هادشي عطيك هذيك النتيجه اللي بغيتي. ثالث حاجه قلنا الادويه، نبداو باول حاجه الاصل ديال الخروف مو باه كي دايرين. ثاني حاجه اللي هي الادويه،
ثالث حاجه اللي هي اهم حاجه حتى هي النظافه. النظافه الاخوان، النظافه مهمه بزاف، مهمه النظافه. يكون الخروف الكولي ديالو نقي، ما يكونش فيه داك الغبار كثير وهذاك الشيء. عاد تيجي الماء نقي، ماء نقي كي تعطي البهيمه موسخ تيضل عندهم ويخلي لهم يشربوه، لا ما خدامش هذاك الشيء. خامس حاجه تجي هاد الخلطه هاد الخلطه هي خصها تكون خلطه متكامله، فيها المواد الطاقيه، المواد البروتينيه، فيها المعادن، فيها الاملاح، كاع المسائل اللي تحتاجهم الخروف. وراه غادي نزيدوا لهم دابا سي ام في على هذا الشيء هذا، لان فيه حتى هو المعادن، فيه الاملاح، فيه الحليب ديال النعاج، المهم فيه مكمل غذائي. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. المهم كنبارطاجيو معكم هي بعض المعلومات من خلال التجربه البسيطه اللي عندنا، وهذا الشيء اللي كاين ان شاء الله. بقاو معنا حتى نعطيو الخرفان ونرجعوا معكم. اللهم بارك. بعد ما كلاولنا داك الشويه ديال العلف اللي عطيناهم، زدناهم في الصيصه تبارك الله. العجلات تيغوتو، خصني نعطيهم الماء، علفوا وكلاو، خصهم يموا ان شاء الله. ما شاء الله اللهم بارك. شي خريفات وشي خرفان صغار. وهذا الفحل، هذا الخروف هذا تلقوا مع الفحل تيتبع ليه النعيجات تيوقفوهم. هذا هو من هنا باش نضربوا الفحل. هادو تيعلفوا واخا تلقوا مع النهج. هذا تبارك الله في المواصفات ديال الفحل ان شاء الله. حلوان ونخليه الغنم. اللهم بارك. هذا ما ميصلش مزيان هذا الخروف الصغير، وهو هاد الحوليه هادي شاش بقاو مكمشين، نعاونوهم بشويه العلف لعل وعسى ان شاء الله ينطلقوا. هادشي اللي كاين اخوان. النعيجات تياكلوا، كاين شي وحدين فيهم ما تياكلوش بحال هادي الحضره راسها، غادي نشوفوا مالها ان شاء الله. راه شربوا الماء تبارك الله. شتيه فين نردو الشويريجه كانوا عطشانين، مزيان فيه الحامض اجي نفعوهم. اللهم بارك. الله يسخر فيهم الاخوان. اللهم بارك. الدجاجات كانوا مسارحين هنا، كاين الماء، مسقي الشجر تبارك الله. هما تتسالاو مع راسهم. هاد الباب عاود تسد، خصنا نحلوه ماشي يخرجوا الاخرين شي حاجه نحصلوا لداخل. ما فين واحد، يلاه نزيدو. هاد البال هذا ربطوه، هو هذا بولف عائله، بول فضايح. واكل بيبيه قال لك وجوج دجاجات فتحنا بثمن روط. اللهم بارك. شاف شي حاجه يسمي الله تعالى الاخوان. ما شاء الله تبارك الرحمن. دابا سحبوا خوتو الماكله لداخل، شاش غاديين تيجريو. لا اله الا الله. بقاو معنا الاخوان حتى نعطيهم الماكله ديالهم ان شاء الله. هما جايين بعد ما عطيناهم خوت لهم الماكله. ايوا تبارك الله بداو يحاوشوا بالتشعير. كت 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 كت. شوفوا هاد بيبي جاي. يا شريف خرج، سير 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 خرج. غير مرحبون بك هنا. سير سير. شو جايين بحال حبيب ولبيب. سير بالك. والله الا حبيب ولبيب جات معهم. سير سير. كش كش كش. هادو باقي ما استوعبوش، خليهم حتى نعمر الماء وندخلهم ديك الساعه. المهم الاخوان اللهم بارك ديال الدجاجات حتى هما درنا لهم الحامض. اللهم بارك. هما راه عطشانين شويه، مع عطيتهم الماء اخر مره شربتهم مع شي 12 ونص، باقي زدتهم الماء شغلت واحد شويه. هما كان خصني نزيدو لهم مع ديك 3 هكاك، كان خصهم الماء. لا اله الا الله. الاخوان اللهم بارك. بعد ما جمعنا البيضات تاع هاد العشيه هادي، ها هما تبارك الله الدجاجات دخلناهم، واخا برزطونا شويه عاد دخلوا. لا اله الا الله. اللهم بارك.
غادي انقصو في النسبه ديال البيض، نزلت حتى ل 45% 40%، اليوم هي 40%. دونك بسبب الجو. هما الماكله اللي طنعتهم راه هي اللي طنعتهم. البياضه راه شحال هادي حيدتها لهم، لان البيض تنوجهو للاستهلاك، مباقيش تنوجهو سميتو سميتو التفقيس. دابا الاستهلاك خصك تعطي للناس شي حاجه اللي بيو، تعطيهم القمح الشعير صافي الله يجعل البركه. المياه ديالهم تيسرحوا مره في النهار في العشيه ولا في الصباح باش يكون داك البيض مزيان. قدم للناس شي حاجه اللي طبيعيه 100%. هادشي اللي كاين الاخوان، اللهم بارك. وباقي كنا تنعطيهم البياضه راه كانت نسبه البيض توصل ل 55 بهاد الحراره هادي 50، ولكن الحمد لله. كانت هذه هي نهايه الفيديو الاخوان. كيف العاده تنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، على جميع الكومنتير، شكرا من القلب. وتنشكروا الناس اللي وصلت حتى لهذا الوقيته هذه الفيديو. ما تنساش واحد اللايك كومونتير وصلت حتى لهذا سميتو. والسلام عليكم ورحمه الله.